قبل سنوات دخلت المقر الجزيرة في قطر، انبهرت الصراحة. بناية كبيرة، آلية تصوير متطورة بزاف، وجيش من الصحفيين، ولكن اللي دهشني أكثر أن جل هاد الصحفيين مغاربة. تصوروا أنه في الممر داخل مقر الجزيرة كنلقى مغربي يا قدام الحاسوب يا وراء شي كاميرا، يعني اللي هاز الجزيرة هما المغاربة. وانا نتسال مع راسي ونقول واش ما نستحقوش حتى حنا تكون عندنا قناة بحال الجزيرة، نديروا حتى حنا ذرع إعلامي قوي نجمعوا فيه كاع الكفاءات الإعلامية الكبيرة اللي منتشرة في العالم. أهلا بكم في هذه الساعة الإخبارية من سكاي نيوز عربي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موجز الأنباء من قناة الجزيرة، أهلا بكم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج. أهلا بكم إلى برنامج النقاش. أهلا بكم. قصتنا المونديالية. في نيويورك تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة. أهلا بكم في بقية خبر جديد، معكم بدر الدين الصعب. تمثل سيارات الدفع الرباعي الحصان الرابح لشركة السيارات. قطر استعملت الجزيرة كوسيلة ضغط تفوق قوة بعض الجيوش أحيانا، وتركيا استخدمت الإعلام كقوة ناعمة غزات بها المنطقة كلها. واش ما نقدروش حتى نحنا زعما ننافسوا هذه الدول إعلاميا ويكون عندنا نفوذ خارج المعاقل الكلاسيكية المعروفة؟ إلا كان غير على الفلوس فراه كنخسروا بزاف ديال المليارات على القنوات العموميه دون نتيجه تذكر. هذه القنوات كنعطوها الفلوس ديال المغاربه ومن الضرائب ديال المغاربه باش هي تسوق للاسف لتركيا والسياحه التركيه واللغه التركيه. مليارات ديال المليارات تخسرات على هذه القنوات، والنتيجه للاسف راكم كتشوفوها بلا ما تحتاج لا لشرح ولا لتحليل. موجب هذا الكلام هو طرد الصحفي المغربي ناصر عبد الصمد بعد دفاعه عن المغرب والمغربيات. أنا لا ألوم الجزيرة، بل ألوم إعلامنا اللي ما قدرش يحتوي أبنائه وما يخليهمش عرضة للخارج والبرانيين يديروا فيهم اللي بغاو. أي واحد كان في محل السي عبد الصمد غادي يدير هذا الشيء اللي دار. لماذا؟ لأنه شرف المغربيات من شرفنا، وسمعة بلادنا لازم ندافعوا عليها، والإنسان كيقولوا كيموت على عرضه ولا على بلاده، ونحن ما نقبلوا كلمة فينا، لأنه كما كنقولوا بالحسانية ضحكة فينا ما تضحك. وحد يمس شرف المغربيات ولا يمس شرف نسائنا، لأنهم أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا وإخواتنا وهما العالم بالنسبة لنا، ما نقدوا إلا نقولوا فيه ما قالوا عبد الصمد وأكثر. واليوم هذا الشيء اللي تقال واللي كتروج له آلة إعلامية نعرفوها ونعرفوا عدائها، اليوم يطرح لنا تساؤل مهم جدا، هو على أنه نحن في عصر الإعلام القوي، وفي عصر اليوماتيه خاصنا نرتبوا فيه الاولويات ديالنا، ومن بين الاولويات على انه خاصنا نقطعوا مع هذه القنوات اللي عندنا ديال القطب العمومي الضعيفه جدا، واللي نص المغاربه ما يتفرجوا كاع فيها، واللي لا تشارك لا في نقاش عمومي ولا تجيب لنا لا مفكرين ولا مبدعين ولا رجال الدوله اللي قدروا يناقشوا لنا المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه اللي كاينه في البلاد ديالنا، ويخلقوا لنا نقاش عمومي ويخرجوا بينا من هذه التفاهه اليوماتيه اللي كيسوقوها لنا، سواء تفاهه مستورده او تفاهه محليه نشوفها في رمضان وفي غير رمضان. كنقولها وكنعاود نكررها، اليوماتيه محتاجين لترتيب الاولويات، ومحتاجين كنقولها دائما هو اش بغينا. اليوم الاعلام كيلعب دور قوي، بغينا ولا كرهنا الجزيرة ولا سكاي نيوز ولا العربية ولا غيرها في هذه الدول هذه خلقات الحدث ولعبت أدوار كبيرة في مجموعة من السياقات العربية. واليوم نحن خاصنا المغاربة بدل ما نمشوا نلودوا القناة فرنسية ولا قناة عربية نخرجوا فيها ندافعوا عن بلادنا وعن قضايا الاستراتيجية وعن قضيتنا الوطنية اللي هي قضية الصحراء المغربية، نعودوا خالقين ذرع إعلامي كبير هوناتية يحتوينا كاملين ونسوقوا به صورتنا كاملين ونسوقوا به انجازاتنا وندافعوا به عن قضايا الاستراتيجيه ومن بين قضايا الوطنيه ديالنا. احنا اليوم ما عندنا وين نتكلموا، ما عندنا متنفس، المتنفس الوحيد اليوم اصبح هو شبكات التواصل الاجتماعي. جميع يعني الوسائط الاجتماعيه اللي كاينه على الواقع، لا نقابات لا برلمان لا مؤسسات يعني نقابات ولا غيرها ولا حتى الجامعات ماتت ودفنت للاسف، ولا تقوم بالدور الكبير، وما كيلقاش فيها الانسان نفسه باش يعبر عن ارائه وباش يدافع عن قضاياه، لانه ملزم بمجموعه من الضوابط اللي ما تخليه قد يتكلم. واليوم كنجاوبوا كنقولوا على انه اللي كيقول على انه نحن نتكلموا غير هون ما كنتكلموش في البرلمان، فكنقولوا على البرلمان راه فيه ضوابط، ماشي غير اجي يتكلم، راه كاين ضوابط تحكمنا جميعا. واليوم ما نلقاو متنفس الا هون باش ندافعوا به على المغاربه وندافعوا به عن قضايانا وندافعوا به عن وطننا وندافعوا به عن ملكنا، وغادي نبقاو ندافعوا ونقولوا كلامنا ولن نبدل تبديلا. تحياتي لكم والسلام عليكم.